بفيديو اليوم رح نعمل أحلى وأطيب طريقة وأبسط كمان، يعني ما رح تتخيلوا قديش هي بسيطة بمكونات حرفيا موجودة بكل بيت. شي اسمه النمورة أو بسبوسة. قولوا لي انتو شو بتقولوا لها. هلا حضروا أغراضكم ويلا اشتغلوا معي فيها. بس قبل ما نبلش، إذا بعدكم ما اشتركتوا بقناتي شو ناطرين؟ زر اشتركوا وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد وحطوا لايك للفيديو. بالبداية وبكل بساطة بدنا 3 كبايات من السميد الناعم، منحطهم بأي جاط غميق ومنضيف فوقهم 3 معالق من الحليب البودرة. هلأ بالنسبة للسكر أنا رح خففه شوي، أنا رح حط كباية بس من السكر. فيكن تحطوا كباية ونص أو كباية اللي ما بيحب يكون الحلو كتير حالي. من بعدها أنا هون عندي كباية لبن حاطة بقلبه معلقة صغيرة من الكربونة. ليه؟ لحتى يعمل عندي مثل هاي النفشة اللي شفتوها. فحطوا كباية لبن اللي هو الروب أو الزبادي، وبقلبه معلقة صغيرة من الكربونة. بنرجع بنحط معلقتين ل3 معالق كبار من السمنة، ما بتفرق سمنة نباتي أو حيواني، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من مية الزهر، ومعلقة من مية الورد. وكرمال يطلع عنا لون النمورة حلو ومرتب، منزيد فوقه بقلب الخليط هيدا معلقتين كبار من القطر أو الشيرة. وبس هيك بكل بساطة منحركن كتير منيح مع بعض ليمتزجوا المكونات. بدها تصير عنا شكل عجينة رقيقة، يعني مريقة، يعني شكل عجينة خفيفة مش كتير سميكة. هلأ في ناس بتستخدمها بتكون بنكهة القرفة، بس أنا حبيت أغير وأعملها بنكهة المي زهر ومي ورد. بالوقت اللي عم بعمل فيه editing هلأ النمورة خالصة من عندي، فحرفيا حاسة ريحتها بمناخيري كتير جعبالي ارجع اعملها. شايفين كيف بده يكون القوام؟ ممكن يكون اسمك شوي كمان. هلا بأي صينية بتفوت على الفرن بنحط بقلبها بندهنها طحينة كرمال ما يلزق الخليط عنا، طحينة عادية، طحينة السمسم، وبنحط الخليط بقلبها. بهذا الوقت بنكون عم نحمي الفرن على درجة حرارة 180. فيكن تحطوها بفرن اللي هو تاع الصاج أو اللي بيعملوا فيهم المناقيش، بس أنا حاطة بفرن الغاز البيت العادي. رح أحطها من تحت لمدة نص ساعة. أول ما أشوف إنه الأطراف بلشت تحمر بشيلها وبشغل الفرن من فوق تقريبا 10 دقايق. بس طبعا قبل ما نفوتها بدنا نقطع التقطيع اللي بدكن إياها. وبكل بساطة بدنا نزينها بلوز أو بالمكسرات اللي بتحبوها، بجوز، بكاجو. واللي ما بيحب المكسرات بقلبها أكيد في يتركها سادة مثل ما هي. ولا ما تخافوا، ما رح يحترقوا المكسرات إذا حطيتوهم بقلب الفرن، حيكونوا عادي يتحمصوا يمكن شوي صغيرة، بس أكيد ما رح يحترقوا. وبس هيك مثل ما عم تشوفوا فوتها على الفرن مثل ما خبرتكم، أخدت نص ساعة من تحت ورجعت حطيتها على الرف الفوقاني، يعني أخدت تقريبا 10 دقايق. ومن بعدها عند القطر أو الشيرة بدي صب على الوجه. في ناس كتير بتكتر بتكون كتير هيك بتزنق، لأنه الحلاوة أحيانا لما يكون القصص حلوة كتير فبتزنقوا منها. فأنا ما كترت قطر، انتو حطوا الكمية اللي بدكن إياها. وطبعا ما بخبركن عن الريحة والطعم والشكل، كل شي كان بيرفكت. لازم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. وبس هيك، صحتين.